عقوبات ثقيلة في انتظار الجزائر بسبب المنتخب المغربي. يعيش مسؤول الكرة الجزائري هذه الأيام على أعصابهم في انتظار عقوبات ثقيلة يتوقع أن تفرضها عليهم الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إذا رفضت سلطات الجزائر السماح بفتح المجال الجوي في وجه طائرة أسود الأطلس للسفر مباشرة إلى قسطنطينة. وستنزل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 4 عقوبات على الاتحاد الجزائري للعبة بسبب إخلاله ببنود دفتر التحملات الخاص بتنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية. وسيفرض الكاف غرامة على الاتحاد الجزائري تقدر ب400 ألف دولار بسبب رفض سلطات الجارة الموافقة على الشروط التي وضعتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي تقضي للسماح للمنتخب المغربي بالسفر رأسا إلى قسطنطينة للمشاركة بكأس إفريقيا للمحليين شان. كما ستعاقب الجزائر بالحرمان من الترشح لاستضافة أي تظاهرة رياضية تنظمها الكونفدرالية الإفريقية طيلة ال5 سنوات المقبلة، إضافة إلى حرمان الأندية المحلية من المشاركة في الشامبيونز ليغ الإفريقي. كما ستحرم الأندية الجزائرية من كأس الكاف 2 متتابعتين، والتعهد بعدم تكرار خلط السياسة مع الرياضة من أجل تجنب إنزال عقوبات مضاعفة في المستقبل. ويسعى الكاف إلى الضغط على السلطات الجزائرية من أجل الترخيص لطائرة الأسود بالسفر عبر رحلة مباشرة إلى مدينة قسطنطينة دون العبور من الأجواء التونسية، بهدف تجنب اعتذار المغرب عن المشاركة في الشان والانسحاب. وتهدف الكونفدرالية الإفريقية من خلال هذه العقوبات إلى استثمار الإنجاز التاريخي الذي حققه الأسود في مونديال قطر 2022 من أجل إعطاء إشعاع لهذه النسخة من كأس إفريقيا للمحليين وإنجاحها، لكونها متخوفة من تخلي المستشارين عن مساندة التظاهرة. وفي سياق متصل، أكد مصدر جامعي أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تتوصل بأي رد من الكونفدرالية على المراسلة التي كانت أرسلتها الجامعة إلى الكاف في دجنبر المنصرم. وشدد المتحدث ذاته على أن الجامعة الملكية المغربية للعبة متشبثة بالشروط التي وضعتها حتى تشارك في الشان، والتي تتمثل أساسا في فتح المجال الجوي أمام طائرة البعثة المغربية إلى قسطنطينة.